السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله أنا جاي أتكلم عن موضوع مهم جدا جالي على استفسارات كتير الفترة اللي فاتت، إذا كان على الفيس أو على الواتس أو على اليوتيوب. بس يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع الفاكيوم أو تفريغ الهواء بالنسبة لجهاز التكييف وأهميته بالنسبة لأجهزة التكييف الجديدة. الفاكيوم من الأمور اللي لازم نحافظ عليها ونهتم بيها جدا بالنسبة لأجهزة التكييف المنزلية أو حتى تكييف السيارة. وعلشان نعمل الفاكيوم بشكل صحيح لازم يبقى معانا بعض أدوات أو بعض معدات بالنسبة لشغل التكييف، لازم تكون موجودة معانا علشان الفاكيوم يتعمل بطريقة صحيحة. ايه هي المعدات دي؟ أول حاجة بنحتاج طرمبة أو مضخة لعمل الفاكيوم، وبعد كده عداد شحن الفريون ده لازم يكون موجود معانا، وبعد كده لازم يكون معانا برضو مفتاح ربط ألانكي. في بداية الأمر بنوصل خرطوم المشترك بتاع العداد الشحن بتاعنا على طرمبة الفاكيوم، وبعد كده الخرطوم الأزرق بتاع اللو بريشر أو الضغط المنخفض بنوصله على خط الراجع بتاع الوحدة الخارجية. بعد كده بنشغل طرمبة الفاكيوم وبنراقب العداد بتاع الضغط المنخفض لغاية لما يوصل ل29 أو 30 تحت الصفر بالسالب يعني. وعلشان الناس والعملاء برضو يعرفوا إن مفيش فترة معينة أو وقت معين لعمل الفاكيوم لجهاز التكييف، يعني 1.5 حصان غير 2.4 حصان غير 3 حصان غير وحدات التكييف المركزية الكبيرة، كل جهاز بيبقى له الوقت بتاعه. بس اللي احنا بنقوله ان احنا نعمل الفاكيوم لمدة كافية. طبعا اللي بيوضح لنا ان الجهاز اتعمل له فاكيوم كويس جدا ان انا بلاقي فيه تغيير في صوت طرمبة الفاكيوم، وطبعا الفني اللي بيعمل فاكيوم هو اللي بيلاحظ التغيير ده في صوت الطرمبة. بعدها بيتم قفل محبس العداد بتاع الشحن، وبعد كده بنبدأ نفصل الكهرباء عن طرمبة الفاكيوم. بعد كده بيتم فتح خط الطرد نص لفة علشان يزود الضغط. بعد كده بنفتح صمام خط الطرد كله وبعدها خط السحب بالكامل. بعد كده بنشغل المكيف. طبعا العداد بتاعنا بيكون راكب على خط الراجع بتاع التكييف، وبنفضل متابعين لغاية لما نشوف القرايات بتاعته، قراية الفريون والضغوطات بتاعة الفريون. المفروض ان هي بتوصل معانا من 120 ل 140 بي اس اي، طبعا ده بالنسبة للفريون 410. بعد كده بنفصل خرطوم اللو بريشر او الضغط المنخفض او الخرطوم الازرق. طبعا الكلام ده بيحصل اثناء عمل المكيف علشان بتكون احنا خفينا بالمنظر ده الضغط عن ابرة الشحن اللي متعلق عليها العداد، علشان ما يخرجش فريون كتير اثناء فصل العداد عن وصلة الشحن او ابرة الشحن. بكده بنكون احنا انتهينا من فاكيوم التكييف. السؤال هنا بقى، ليه احنا بنعمل فاكيوم للتكييف وخصوصا الأجهزة اللي فريونها 410؟ أولا الفاكيوم بيساعد في التخلص من الرطوبة داخل دايرة التبريد، وخصوصا لو الفريون اللي ماشي جوه الدايرة بيحتوي على الكلور والفلور داخل العناصر بتاعته. بعد كده لو اتحدت الحاجات دي مع الرطوبة بتتحول لأحماض زي حمض الهيدروكلوريك أو حمض الهيدروفلوريك. الأحماض دي بتؤدي لتآكل في أجزاء الكمبرسور أو الكباس. طبعا ده بيساعد في حدوث تحلل للزيت بتاع الكمبرسور، وبالتالي بترتفع درجة حرارته نتيجة الاحتكاكات. ده طبعا على أساس إن الزيت تلف خلاص، وبعد كده بيحصل تلف في ملفات الضغط وبيؤدي لانهيار. تاني حاجة، الهواء اللي داخل الدايرة بيحتوي على غازات زي الأكسجين والنيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون، ودي طبعا بتكون غير قابلة لحدوث تكثيف داخل الجهاز وقت حدوث ضغوط في التشغيل. طبعا الموضوع ده بيأثر جدا على تبريد الجهاز. طبعا وجود الأكسجين وهو من العناصر النشطة بيزيد ارتفاع درجات الحرارة، وده بيساعد على تكوين أحماض بتأثر في الآخر على عملية تزييت أجزاء الكمبرسور.
وده بيسبب في حد ذاته رواسب بتؤدي لعمل انسداد في دايرة التبريد. فاحنا بنتلاشى المواضيع دي كلها ونتلاشى الأخطاء دي كلها أو الحاجات دي كلها، وبنعمل فاكيوم لجهاز التكييف ويكون فاكيوم كويس. وطبعا اللي بيعمل فاكيوم لازم يكون فاهم المواضيع دي كلها. وفي نهاية الأمر أنا حبيت أوضح لحضراتكم اللي المفروض يحصل مع جهاز التكييف الجديد وقت تركيبه. لازم الفاكيوم يتعمل كويس جدا، لازم التركيب يبقى صحيح. وضحت لحضراتكم المكونات اللي بنعمل بيها الفاكيوم للجهاز. عمل الفاكيوم للجهاز هيفرق جدا في تبريده. عمل الفاكيوم للجهاز هيمنعنا من حدوث مشاكل بعد كده في الجهاز هتبان على المدى البعيد. طبعا زي ما وضحت لحضراتكم ان اللي بيركب الجهاز لازم يكون عنده خلفية ويكون فاهم جدا الحكاية دي. مفيش حد يا جماعة يقول لكم انا هعمل فاكيوم يدوي. من اكبر الاخطاء اللي ممكن تحصل حكاية الفاكيوم اليدوي دي، لانه احنا كده يعتبر ما عملناش حاجة في الجهاز. الجهاز لازم يبقى نضيف جدا من جوه. فريون 410 ما هوش فريون عادي، ده عدة مركبات. لازم المركبات دي كلها تبقى منتشرة في الدايرة وما فيش حاجة مخلوطة بيها، علشان أضمن أعلى نسبة تكييف من الجهاز، أعلى كفاءة للجهاز، واستمتع بالجهاز بتاعي خلال فصل الصيف وما يحصلش مشاكل. لأن المشاكل اللي بتحصل بتعطل لي التكييف لمدة يومين 3، وده طبعا مش هينفع في الجو الصعب اللي احنا فيه ده. وطبعا ده حقكم وقت ما الجهاز يجي ووقت تركيب الجهاز، لان انتم كده بالمنظر ده ما بتطلبوش حاجة زيادة عن اللي المفروض يحصل. وطبعا اللي جاي يركب الجهاز بيكون فاهم الكلام ده كويس، ولما بيلاقي العميل عارف هو بيتكلم معاه ازاي بيظبط التركيب وبيظبط الشغل وبيظبط كل حاجة. انا هقول لكم تاني يا جماعة ان ده حق من حقوقكم، ولازم ان هو يحصل بحرفية، ولازم ان هو يحصل وقت تركيب الجهاز، ومفيش حاجة اسمها فاكيوم يدوي. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا معانا النهاردة. ولو في اي اسئلة او استفسارات يا ريت حضراتكم تسيبوا لي الاستفسارات بتاعتكم في الكومنتات. هكون سعيد جدا بالرد عليكم وعلى استفساراتكم، وبإذن الله اطلع لايف قريب معاكم علشان اقدر اجاوب على كل الاسئلة وكل الاستفسارات اللي بتجيلي. اسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.